السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني المسلمين، والسلام على من اتبع الهدى من أصدقائي النصارى. من الشبه اللي بيعرضها أصدقائنا النصارى الآية اللي في سورة الزخرف، الآية 84، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. يقول النصارى إن احنا عندنا إلهين، إله في السماء وإله في الأرض، وهذا خطأ. يعني معنى كلمة إله أصلا، تفسير كلمة إله أي معبود. إله يعني معبود، وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، يعبده أهل السماء الملائكة ويعبده أهل الأرض الإنس والجن. مثال على ذلك، أو لو قلت مثلا محمد الذي في بيته رجل وفي السوق رجل، يعني هو كده بقى فيه محمدين ولا هو محمد واحد؟ في بيته راجل وبرضه في السوق راجل، بس هو محمد واحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم رب العرش العظيم لي ولإخواني المسلمين. هذا وإن كان من توفيق فمن الله الواحد الأحد، وإن كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. كان معكم أخوكم في الله محمد البسيوني، الملقب بشيخ القساوسة، باحث ودرس مقارنة الأديان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.